8 عبد الرحمن كوناتي 21 ولدينا جاك ديارة 34 فلوريان دانهو 22 إضافة إلى كوسيلا بوعاليا رقم 7 سيكون حاضر اليوم في التشكيلة الرسمية. المفاجأة يمكن أعتبرها هو الحضور لحمزة جلاسي. حمزة جلاسي بالمناسبة اللاعب الذي كان بالعمري اللاعب المغربي على الجهة اليسرى، بينما ياسر إبراهيم هذه رياض ثنائية التي طبعا تعودنا مشاهدتها في تشكيل سلة طويلة في اتجاه أشرف بن شرقي. تمريرة ممتازة، الدخول هنا العرضية ولكن التغطية بريطانيا الأرجنتين، بينما كرة وصلت بهذه الطريقة نعم أهلاوية. العرضية دفاعية موجودة والانطلاقة نعم هنا بلمسة بتحضير وبانطلاقة من جاك ديارة يتحصل بعد ذلك على رمية جانبية بعد تدخل اللاعب محمد هاني أمامنا على الصورة. 5 دقائق على بداية ديانج، وصلت إلى هاني. هاني يرفع الكرة بالعرض الرأسية، بعد ذلك وصلت إلى ضربة مرمى. أول رأسية نعم، أول فرصة هنا تأتي للنادي الأهلي. الصورة على أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي بالمناسبة اللاعب الوحيد الذي شارك تقريبا في جميع مباريات الأهلي هذا الموسم. مسار وأداء يبقى ثابت بالنسبة للاعب أشرف الماضي قبل أن يخسر النهائي أمام فريق بيراميدز. هذه الكرة البينية عرضية خطيرة الأهلي واختباراته على مستوى الكرات الثابتة. مرفوعة الكرة في القائم، الثاني بالراس الراسية. الكرة كانت رايحة للشباك والدفاع يتدخل مرة أخرى. لقطة خطيرة جدا والأهلي كان قريب من التسجيل في تغطية دفاعية ممتازة لديانج. الكنترول يا ديانج والعرضية والهدف يضيع وخطيرة والهدف نعم. الضربة الثانية في الشباك، الكرة الثانية في الشباك. محمود تريزيجيه الكابيتان الأهلاوي يتمكن من هز الشباك الترجية 1-0. الأهلي المصري يتقدم بعد 10 دقائق على انطلاق المواجهة، والبدايات كانت عن طريق هاني من الجهة اليمنى. ديانج في أحلى كنترول، شوف الإعادة هاني الباس رائعة. هاني ممتاز. ديانج العرضية، الكرة الأولى بعد الدفاع والثانية كان في الشباك عن طريق اللاعب تريزيجيه. شوف الإعادة بن سعيد هنا يبعد والمتابعة هنا بلمحة بنظرة اقتنص خطف تريزيجيه في الشباك. هدف مبكر في المباراة والنتيجة أصبحت متعادلة بين الطرفين. هدف تريزيجيه السادة يا كرام هنا يفتح الباب للأهلي من أجل المزيد والترجي في انتظار ردة الفعل. الترجي أنا قلت العودة هنا يبعد والمتابعة هنا بلمحة بنظرة اقتنص خطف تريزيجيه في الشباك. هدف مبكر في المباراة والنتيجة أصبحت متعادلة بين الطرفين. هدف تريزيجيه لعب بن شرقي وخطأ دفاعي والثاني لا زالت صعبة. الفيها لمسة يد هنا المطالبة بوجود ركلة جزاء. المباراة تتواصل. جلال جيد يأمر بمواصلة المباراة. يزينا مع فريق الترجي. كرة ترجع للخلف. هدف آخر، انطلاقة من ديارة. الآن الهجمة المرتدة، الآن السرعة في الانطلاق والشوبير يتصدى بعد ذلك. شوبتيزا والدخول لمنطقة جزاء. عيني المراوغة لا زالت الترجية هنا في لقطة من كوسيل ممتاز. هي كرة بهذا الشكل الوانتو العرضية نعم 15 يعني رقم يبقى ممتاز جدا بالنسبة لمحمود تريزيجيه بخبراته بمسار وإمام عاشور، وبعدهم يأتي محمود تريزيجيه. هذه كرة لديانج، يعجبني ديانج. كيتا يمشي كيتا لأن الدائرة الأيمن العرضية وياسر يتدخل. ياسر لازالت الخطورة والتعادل يضيع في يدينتنا. التعادل كالتفاهم في اللحظة الحاسمة نعم لازالت أهلاوية. والتصديد ممتاز البشير، ممتاز البشير بن سعيد. البشير يأتي بالخبر السعيد. بن سعيد والخبر السعيد. النتيجة تبقى 1-0 هنا في جدار ترجي، وهنا في تصدي ممتاز بعد ارتباك آخر وخطأ دفاعي جد فيه البشير بن سعيد. إذا الركنية ترفع الكرة بالراس. البشير بن سعيد مرة أخرى. حكام صفر خطأ لفائدة فريق
هنا بن حميدة في صراع مع هاني. بن حميدة والعرضية هنا على القائمة الثاني كوسيلة. ديانك لهاني يرفع كرة في القائمة الثانية. العرضيات في منتهى الخطورة من جانب هاني. كرة للأمام. هنا الباس خطيرة جدا. بالكعب تتحضر بالكعب يا بن شرقي والكرة إلى ضربة مرمى. إلى ضربة مرمى ممتازة الفكرة من بن شرقي. بالكعب حاول يمرر لتريزيجيه ولكن في النهاية تخرج اوت إلى ضربة مرمى لفائدة فريق الترجي. هذا هو بن شرقي بذكر هاني في الاستلام. تبادل ولكن العودة هنا والمستندة من جاك والحكم يقول خطأ. حكم يقول في مخالفة لفائدة فريق الترجي. يقول الحكم جلال جيد. البشير في وسط الميدان. ديانج يسترجع بسرعه. برافو هنا وعمل رائع لكره للامام. التحضير بن شرقي. البينيه ممتازه. العرضيه كان في انتظاره بن شرقي بعد التبادل كروي جميل. امام عاشور يبحث عن بن شرقي لكن الجلاسي وبعيده. يلعب الركنيه مرفوعه الراسيه على مستوى القائمه الاولى. تسديده روعة التصدي من البشير بن سعيد. روعة التصدي من البشير بن سعيد. صاروخية يمينية قوية جدا كاد يفعل نادي الاهلي ويدون ثاني الاهداف لولا براعة الحارس البشير بن سعيد. سنتابع لهذا الحكم رفع الراية في اللقطة الماضية لكن هذه تحسب للبشير بن سعيد. بن حميدة يتقدم. بن حميدة يرفع الكرة لكن شوبير سهلة بعد ذلك. نعم الجزاء. هذه كرة آلوية. البحث عن الهدف الثاني. بن سعيد يتصدى مرة أخرى. بن سعيد يتعملق مرة أخرى. بن سعيد يحرم الأهلي من هدف ثاني. هنا نقطة الضوء نعم الكبيرة جدا في تشكيلة الترجي. الحارس البشير بن سعيد يواصل تألقه في هذه المواجهة. شوف هنا قوة التسديدة الماضية. شوف تموضع بن سعيد رغم أنه كان متقدم بعض الشيء ولكن يطير في الاستلام. زيزو هل يفتح اللعب على اليمين؟ لا يفضل بن شرقي من جديد. بن شرقي العرضية وضغط كبير على دفاعات نادي الترجي لأنه صعب الوقوف أمام الأهلي. المراوغة ممكن لكن في تغطية والحكم صفر خطأ فعلا. الحكم يعلن عن مخالفة لفائدة بن حميدة في منطقة الجزاء. يعطي تمريرة وتريزيجيه وبن سعيد يتألق من جديد. في كرة الهدف الثاني. يا تريزيجيه أكثر من أضاع الفرص القائد محمود تريزيجيه في هدية قادمة من بن شرقي. شوف أعطاه تمرير الكنترول والتسديد لكن يواصل التألق السوبر بشير بن سعيد. السوبر حارس المرمى البشير يقف. إذا ستلعب الركنية. هنا مرفوعة على القائمة الثاني. تريزيجيه في منطقة الجزاء. تريزيجيه وبن شرقي والدفاع بصعوبة. هاني وحده في اليمين. هاني استلم الكرة. هاني والعرضية بعيدة يا هاني في الميدان. وصلت إلى بن شرقي يمرر. زيزو يلحق بها. زيزو العرضية إلى أول ركنية. نعم أول ركنية أهلاوية مع البداية بتحركات زيزو لكن عينك على تمريرة بن شرقي. زيزو يرفع لكن التغطية كانت حاول أن يوقف. هنا هجمات نادي الأهلي بمساندة من رفيق توغاي. تلعب الركنية مرفوعة في القائمة الثاني. البشر الأحمر الهيجان الأحمر المد الهجومي الأهلاوي يتواصل وهناك صافرة وخطأ يأتي لفائدة نادي الأهلي المصري. الأهلي بالأرقام هو السيد المسابقة. الأهلي بالأسماء وبالأهداف وبالأساطير. ستكون شرسة في قادم الأدوار بكل تأكيد. هذه كرة العرضية التغطية الدفاعية لا زالت أهلاوية. غير معقول. كرة الهدف الثاني تضيع. كرة الهدف الثاني عن طريق إمام عاشور. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة التي شكلت خطورة التصدي الأول عن طريق البشير بن سعيد على الطاير إمام عاشور كما جاءت هنا باليمنى لكن تمر عالية على مرمى الحارس البشير بن سعيد. فرصة أخرى تضيع.
فرصة أخرى تضيع على فريق الأهلي الذي كنت أتكلم عن أحقيته في الكثير من المحطات وفي الكثير من السنوات التي برز فيها لا الجيل الحالي ولا الأجيال السابقة. مشاهدينا الكرام، هنا مباراة متوقفة بسبب إصابة اللاعب البشير بن سعيد. بصراحة الوحيد اللي يعطي الاطمئنان لجماهير الترجي، ولكن إلى متى شوف البشير بن سعيد لبوعالية. بوعالية 1 على 1. بوعالية يرفع الكرة، لا زالت الترجي يرد بهذه الطريقة. مشاهدينا الكرام، الترجي يرد بهذه الطريقة. التسديدة من دانو، هذه أول تسديدة لدانو. شوف الإعادة، إبعاد لإبراهيم كيتا، إبراهيم لدانو، دانو يتقدم، دانو يدخل، دانو لا زالت للترجي. نعم، أول اختبار لشوبير. لا زالت للفريق التونسي. الآن بن حميدة يمر، بن حميدة العرضية، ولكن إلى أين يا بن حميدة؟ كان هناك تغطية دقة الأهلي. هل تأتي التسديدة البينية ممتازة؟ وتريزيجي غطى عليه هنا بن سعيد. في راية نعم، راية مرفوعة. الترجي إذا كان قريب من إدراك هدف التعادل لولا مباراتي الماضية. حتى أرقام نعم تؤكد الحضور القوي لشوبير. هنا الكرة البينية، تسديدة نايم الشيكورة لإمام عاشور. إمام داخل منطقة جزاء علوية. هل يأتي الثاني؟ التسديدة والحكم يصفر خطأ قبل ذلك لفائدة الترجي. الحكم يصفر خطأ في نهاية المطاف. هنا الإعادة هذه مرة أخرى. الكرة الترجي يعود، الترجي يسجل. لم كشخة تفعلها الترجي. فريق الدم والداب، قذيفة قوية لم تترك أي أحد لحارس المرمى مصطفى شوبير. هذا هو الترجي، في التحديات الكبرى حاضر، في المواعيد الكبرى حاضر. هذه اللقطة، هذه الإعادة، الباس لساس. دانو يسجل الجول. 1-1 في المباراة. هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة كان فيها الخطورة، والكرة في الزاوية البعيدة يا شوبير. الكرة في الزاوية البعيدة آتى من الشباك. الترجي في الشوط الثاني يفعل دانو. المعطيات تتغير في هذا الشوط مع الترجي. القادمة الترجي مع ساس يا ساس، والهدف يضيع. الهدف كان قاسي يطلب على اليمين. هذه لا زالت للترجي. الباس في العمق، هذه خطيرة. ركلة جزاء، نعم، ركلة جزاء للكشخة في هذه اللحظات. ركلة جزاء للترجي. فريق الدم والداب، أي سمات وأي جرأة وأي شجاعة وأي أداء يقدم الفريق التونسي. قلت وفي أصعب المواقف رجالات الترجي. تقدم الآن توغاي، يتقدم توغاي والثاني. هذا هو الترجي، هذا هو المتحدي. الترجي وراية التحدي هنا في استاد القاهرة. الترجي بهذه الأسماء، الترجي بالعزيمة والإصرار. الترجي في محيط الملعب. ربما نعم أقول ربما هي جماهير الترجي خارج الترجي. هذا الحارس البشير بن سعيد. وصلت لي زيزو مرة أخرى. زيزو يراوغ، زيزو وكيتا الموريتاني يتألق. كيتا الترجي على الكل. أتكلم عن الترجين. شكرا بن سعيد. الأهلي يعود. مروان يسجل، مروان يعدل، مروان نعم في الوضعية المناسبة يعدل النتيجة لفائدة نادي الترجي أو لفائدة الأهلي. الأهلي لا يستسلم، الأهلي لا زال يحاول.